عيوني، شلون بايركس بوتيتا ودجاج بالكريمة حضرت لكم للعشاء، طعمه ولا غلطة وبعيد عن الروتين وفشي طيب وكل سهل. تعال خل أسولف لكم شلون حضرته. بالطاوة حمزت بصل ثارمته كلش ناعم إلى أن يذبل ويتغير لونه، بعدها راح أضيف ثوم هارسته وثارمته كلش ناعم وأقلبهم إلى أن تطلع ريحة الثوم. أضيف صدور الدجاج وأضيف البهارات اللي راح أكتبها لكم أسفل الفيديو. أرجع أقلبهم إلى أن يتغير لون صدر الدجاج ويبدي يحمس. بعدها أضيف كوب من كريمة الطبخ وربع كوب مي وكرفس ثارمته كلش ناعم وأتركهم يتسبكون مدة 4 دقائق أو 5 دقائق على نار هادئة. بديل الكريمة كوب حليب، أضيف له خاشوقة كبيرة من القمر وخاشوقة صغيرة من الطحين وأضيفهم للدجاج. أما البوتيتا سالقتها ضفت لها مكعب زبد وملح وفلفل أسود وبابريكا وكمون، هرستها بالشطل أو تقدرون تخلونها محضرة الطعام وراح أوزعها بالبايركس بهذا الشكل. أضيف عليها صدور الدجاج وراح أضيف لها رشة من الجبن الموزاريلا وأدخلها للفرن بس من فوق إلى أن تتحمر وأطلعها. هذا شكلها بعد ما طلعت من الفرن. طعمها بنات كلش طيب وبعيد عن الروتين، راح تحبونها كلش هواي للعشاء، لازم تجربونها. وبهذا الشكل راح أقول لكم سهمكم ألف عافية.